العالم في الفترة دي بيشهد تقلبات كتير وأحداث كتير للأسف بتحصل بسرعة، وغالبيتها بتكون أحداث مؤلمة. ومش بس كده، ده احنا للأسف وصلنا لمرحلة إننا بمجرد ما نخرج من صدمة بسبب حدث مروع بيجي الحدث اللي بعديه وبيكون أصعب منه، وده للأسف برضه بطبيعة الحال ليه أثر سيء جدا على صحتنا النفسية وبيحسسنا بالضغط الشديد. بس السؤال اللي المفروض نسأله هنا بقى، ليه أحداث خارجية زي دي تحسسنا بالضغط ده؟ وهل ده أصلا حاجة طبيعية ولا لأ؟ والأهم من ده كله، إيه اللي أنا المفروض أعمله وأتعامل إزاي مع الأحداث دي بطريقة صحيحة؟ في الفيديو ده هجاوب على الأسئلة دي، وفي الآخر هقول لك تعمل إيه بالظبط عشان تتغلب على المشاعر السلبية اللي عادة بتكون مصاحبة للأحداث دي. وخليني أقول لكم إني بعتبر الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، فتابع لحد الآخر وساعدني نوصل محتواه لكل الناس اللي حوالينا، عشان دي فعلا حاجة هتفرق معانا. مبدئيا خلينا نفتكر مع بعض إن أي مدخلات بنشوفها وبنسمعها بيكون ليها تأثير كبير على مشاعرنا وأفكارنا حتى من غير ما نحس. كنا اتكلمنا عن المبدأ ده في أكتر من مرة سابقة، زي فيديوهات السوشيال ميديا أو الوحدة أو حتى كتير غيرهم، واللي ممكن ترجعوا لهم بعد ما تخلصوا الفيديو ده عشان تستفيدوا أكتر. من أكتر المؤثرات بقى اللي بتعدي علينا حاليا هي أخبار العالم، وخليني أكون أكثر وضوحا وتحديدا، أخبار الحروب في المنطقة العربية وحرب الإبادة اللي بتتم ضد أهلنا في فلسطين، بالإضافة طبعا لتوترات اللي بتحصل في المنطقة زي في لبنان واليمن وغيره. ربنا يا رب يحفظ أهلنا في كل مكان حوالينا. وطبعا زي ما ذكرنا الأحداث حوالينا غير كده كتير، بس أنا شايف إن من قلة الحكمة إننا نضرب مثال بأي حاجة تانية في الوقت ده غير حرب فلسطين، لأن دي الحاجة اللي المفروض تشغل الجزء الكبير من تفكيرنا. وبالمناسبة، هل المفروض تبقى شاغلة الجزء الأكبر من تفكيرنا فعلا ولا لأ؟ الإجابة ببساطة والبديهية طبعا أيوة، وأي حد يقول غير كده مشكوك في إنسانيته وإيمانه. والنقطة دي تحديدا ممكن نذكر عليها 100 دليل ودليل ومش هنخلص، بس خلينا في موضوعنا عشان ما نسرحش بعيد. طيب دلوقتي احنا ان شاء الله متفقين اننا المفروض قضية زي دي تفضل في بالنا ليل نهار. مش التفكير في الحاجات دي ممكن يسبب لنا مشاكل نفسية؟ الحقيقة ان برضو الإجابة ايوه، وده ببساطة لان من المعلوم بالضرورة ان المدخلات السلبية دي بتأثر في المود، وبترفع كمان هرمون الكورتيزون اللي بيكون مصاحب للاسترس، واللي لو زاد عن حده النفع بتاعه في مواجهة الاسترس بيتقلب لضده. يعني لو جينا نمسك الموضوع واحدة واحدة ونفصصه بشكل علمي، هنلاقي ان في دراسات كتير ربطت ما بين مستويات هرمون الكورتيزون بالقلق والتوتر، زي مثلا الدراسة دي واللي اتنشرت سنة 2018، واللي قاسوا فيها مستوى هرمون الكورتيزون ل 107 من الطلاب الجامعيين في فترة بعيدة عن توتر الامتحانات، وجم قاسوه تاني يوم الامتحان، واللي معروف طبعا ان في الفترة دي الطلبة بتبقى متوترة بشكل زايد. ولو بقى ان في الفترة ديت هرمون الكورتيزون نسبته اتضاعفت 9 مرات كاملين في وقت القلق. طيب برضو ده كلام عن الاسترس اللي بنواجهه في حياتنا بشكل عام، ايه علاقة ده بقى بالاخبار السلبية؟ وايه اصلا المشكلة لما الكورتيزون يزيد في الجسم؟ واحدة واحدة وانا جاي لك في الكلام، اتك بس اعصابي شوية. مبدئيا زيادة هرمون الكورتيزون عن حدها الطبيعي ليها مشاكل كتير جدا جدا، سواء جسدية زي زيادة الوزن وضعف المناعة وغيره، او نفسية زي ما ذكرنا. وده لان لما نسبته تزيد عن حدها او تبقى الزيادة دي بصورة دايمة بين قوسين كده مزمنة، فده بيؤدي اصلا لمشاكل نفسية، والدراسات الحقيقة على الموضوع ده كتير جدا. وعشان بس نفهم لمحة عن الموضوع ده، فمحتاج اعرفكم ان المخ عبارة عن جزئين، جزء اسمه جراي ماتر او الجزء الرمادي في المخ، وجزء اسمه وايت ماتر او الجزء الابيض. الجراي ماتر ده عادة بيتكون من الخلايا العصبية او الراس بتاعة الخلايا نفسها، او النيورون زي ما بنقوله، زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده. لكن الجزء الابيض او الوايت ماتر ده بيتكون من التفرع اللي طالع من الخلايا دي اللي هي اسمها اكسون. والنيورون دي نفسها بقى مسؤوليتها حاجات كتير جدا، زي تخزين البيانات ومعالجتها وما الى ذلك. والاكسونز دي بقى وظيفتها ان هي اللي بتعمل الشبكه اللي بتربط الخلايا ببعضها، عشان بطبيعه الحال الاشارات العصبيه تنتقل من خليه للتانيه. في بعض الاضطرابات النفسيه بقى زي اضطرابات ما بعد الصدمه، بنلاقي ان تركيب المخ نفسه اتغير، وبنلاقي ان الوايت ماتر بقى حجمه بيكبر عن الطبيعي على حساب طبعا الجراي ماتر ده، بالاضافه لتغيرات تانية كتير زي ما احنا شايفين كده. بس الدخول في تفاصيل الموضوع ده هيكون معقد شويه وتفاصيله كتير. بس الشاهد من الموضوع بقى اللي انا عايز اقوله، ان الكورتيزون اللي قلنا كده انه بيتفرز في حالات القلق بكثره طبقا للدراسه دي واللي اتعملت على مجموعه فئران سنه 2014، لقينا ان تاثيره مشابه جدا لكده، وانه فعلا بيحفز تكوين الاكسونز او التشابكات العصبيه اللي هي بتعمل الوايت ماتر، وبيقلل كمان تكوين الخلايا نفسها او الجراي ماتر، وده بيؤدي لشكل نسبيا شبه شكل مخ الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه. فبالتالي حاله الضغط المزمن دي ممكن تاثر على الحاله النفسيه بصوره كبيره جدا للاسف. طيب
كده عرفنا علاقة الكورتيزون بالقلق وآثاره السلبية لما يزيد عن حده. ايه بقى برضو علاقة الكلام ده كله بمتابعة الأخبار الحزينة اللي موجودة حوالينا كل يوم؟ عايزك بقى دلوقتي تركز جدا جدا، لأن اللي فات ده كله تمهيد للي جاي، وحرفيا اللي جاي أهم جزء في الفيديو. في الدراسة دي واللي اتنشرت سنة 2007 كانوا بيقيسوا إذا كانت متابعة الأخبار على التلفزيون بتؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية ولا لا. وده خلي بالكم نفس التأثير اللي اتكلمنا عنه قبل كده، واللي بيكون مصاحب لزيادة هرمون الكورتيزون وما يترتب عليه من أضرار وسلبيات. المهم ان هم جابوا في الدراسه ديت مجموعه من الناس وفرجوهم على اخبار عشوائيه على التلفزيون عشان بطبيعه الحال يشوفوا هل ده هيأثر على معدلات القلق والتوتر عندهم ولا لا. بصراحه يعني مش عارف كان عندهم سنه 2007 ايه بيوترهم، هم لو شافونا دلوقتي يعني هيعملوا ايه. المهم ان هم قعدوا يتفرجوا على الاخبار لمده ربع ساعه كامله، وبعدين قسموهم لمجموعتين، مجموعه قعدت تلعب رياضات استرخائيه زي اليوجا وغيره، ومجموعه ثانيه سابوهم يتفرجوا على محاضره بعيدا عن الاخبار او الكنترول جروب. لو ايه بقى؟ ايوه زي ما توقعت كده، المجموعتين للاسف اتاثروا سلبيا بمتابعه الاخبار، بس المجموعه اللي عملت رياضه وحاولت تسترخي لقوا ان هم بعد ربع ساعه رجعوا لوضعهم الطبيعي قبل ما يشوفوا الاخبار، في حين ان المجموعه الثانيه فضلت زي ما هي في حاله التوتر دي. وبناء عليه خلينا نركز كويس جدا في الكلام اللي جاي ونتامله في قلوبنا بجد ونقول سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول مخاطبا رسوله الكريم ومن تبعه من المؤمنين: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. احساس الضيق الشديد اللي ناتج من مدخلات سلبيه وظروف صعبه محيطه، واختيار لفظ يضيق صدرك ده من الاعجاز حقيقي، لان الناس اللي بتعاني من ضغوطات نفسيه عاده بتحس بنفس الاحساس ده، هو ان صدره مقفول وضيق ومش قادر يتنفس براحته. طيب وبعدين؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهنا التسبيح وتذكر عظمه ربنا سبحانه وتعالى مش بس هتساعدك تهدى زي الاسترخاء اللي العلم بيوصي بيه وزي ما قلنا في الدراسه اللي فاتت، لا ده كمان بينقلك روحانيا لفوق. يعني ايه؟ يعني انت متأزم جدا من اللي بتسمعه في العالم حواليك، فكأنك كده عملت زوم اوت بره الكوكب ده كله بمشاكله وهمومه كلها، وتذكرت عظمه ربنا سبحانه وتعالى. والتسبيح في حد ذاته معناه تنزيه ربنا سبحانه وتعالى من كل نقص، وتتذكر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وبعدها تسجد لله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هنا بعد ما افتكرت ان ربنا سبحانه وتعالى العظيم هو مدبر الامر كله، تسجد وتدعوه وتفتكر ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وتفتكر انه سمعك ومحيط علم بكل الاحداث اللي حواليك ومقدرها لحكمة هو يعلمها. وتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف لما راح يدعوهم وقوبل برفض شديد وأذى شديد جدا جدا، لدرجة ان الاطفال جرت وراه بالطوب صلى الله عليه وسلم وتعور وتعب وهو لوحده. كانت ايه بقى اول حاجة فكر فيها ساعتها؟ فكر انه يرفع ايده ربنا سبحانه وتعالى، ودعا بدعاء بليغ جدا وقال: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هنا هو تذكر مقام عبوديته لله وخرج من مساحة المستضعف إلى إنه بيستنجد برب العالمين، وافتكر إن هدف وجوده في الدنيا هو تحقيق رضا الله، يبقى لسه مصاب بأذى وابتلاء وبيقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وبعدها في قمة التأدب يقول: ولكن عافيتك هي أوسع لي. يبقى بعد ما تعمل كل ده وتستقر نفسيا وترجع تتوكل على الله وتلغي تأثير الأخبار السلبية دي عليك، هتعمل إيه؟ نرجع لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أيوة وبعدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوم اتحرك، وإياك تقعد منهزم وتستسلم وتبقى عاجز. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن العجز ده أمر مقعد ومذموم، وفي أذكار الصباح والمساء بندعي. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، الهم المقعد اللي يخليك مش عارف تعمل حاجه، واعوذ بك من العجز والكسل، العجز اللي بيخليك يائس من كل شيء، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كل دي امور بتقعد الانسان وتخليه مش قادر يتحرك ويسعى في صلاح الحال، وكل دي امور مذمومه منهي عنها، ولازم نجاهد نفسنا عشان ما نخليش المشاعر دي تتملكنا. متابعه الاخبار والاهتمام بامر اخوانك ده شيء لابد منه. في النهايه المؤمن اخو المؤمن، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، وواجب علينا اننا نعيش معاهم ونساندهم على قد ما نقدر. بس الغرق في الاخبار والاحباطات والنبره السلبيه بتاعه العجز هو ده اللي منهي عنه، وده اللي بيأثر على انجازنا بل وصحتنا النفسيه بصوره سلبيه زي ما شرح. المطلوب مننا ندفع المشاعر ديت، نتابع ونطمن وندعي لاخواننا ربنا ينصرهم، وفي نفس الوقت نتحرك ونسعى ونفكر ممكن تعمل ايه، ممكن تغير الواقع ازاي، قاطع او علم الناس او اجتهد انك تبقى انسان احسن، اتعلم تربي عيالك
عيالك وتخليهم ناس صالحين في المستقبل. استغل اي منبر في نشر الخير، انجح، خليك قدوه ناجحه واستخدم صوتك وتاثيرك. اتحرك 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 واياك تيأس. اعمل كل اللي تقدر عليه وفكر لحد ما تلاقي اصلا اللي انت تقدر عليه، وافتكر وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم البليغه البسيطه: استعن بالله ولا تعجز. واخيرا بعد الكلام ده كله ما اظنش ان اقدر اقول حاجه تانية، بس لو انت وصلت لغايه هنا فارشح لك بشده انك تشوف الفيديوهات القديمه من نفسويات، وانك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل، وقول لي رايك في كومنت. وبالمناسبه كل دي حاجات بتساعد في نشر الكلام دوت، فلو انت شايف ان الفيديو ده مفيد شيره مع اصحابك وساعدني نوصل لجمهور اكبر ونخلي العالم مكان احسن. سلام.